بسم الله حبايبنا، تانية اعدادي. طبعا دي المسابقه اللي احنا كنا قلنا لك عليها والاسئله اللي قلنا لك عليها. هنبدا معاك فيها وننتظر منا الاجابه بتاعتك في المكان بتاعنا طبعا. مش عايزين طبعا واحد يكون خدع حد، شافها من حد، غشش حد، الكلام ده كله. محتاجين نشوف امكانياتك انت، وانت براحتك، معاك كتاب، معاك مجهودك، انت طالب شاطر ومحتاجين نشوفها منك. طيب نبدا معاك واحده. طب هتقول له مستر الاسئله عن انهي درس؟ اول درس في التاريخ اللي هو الدوله الامويه. طيب محتاجين منك نبدا بهم واحده واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسئله، قال لي الاسئله كلها اختيار. المؤسس الثاني للدوله الامويه هو الخليفه معاويه بن ابي سفيان، الوليد بن عبد الملك، عبد الملك بن مروان، عمر بن عبد العزيز. مين المؤسس الثاني للدوله الامويه؟ معاويه، وليد، عبد الملك بن مروان، عمر بن عبد العزيز. طيب رقم اثنين يا مستر، تنازل الحسن بن علي بن ابي طالب. سيدنا الحسن لما تنازل عن الخلافه المعاويه كان بدافع ان هو عنده ولاء للدوله الامويه، بيحبها يعني، تفرغ للعباده والصلاه. الراجل عاوز، اللي هو الحسن، عاوز يتفرغ للعباده والصلاه، ولا يا مستر وحده الصف الاسلامي، يبقى الصف الاسلامي متوحد، ولا يكمل الفتوحات؟ يبقى هنا السؤال ده مهم. الحسن لما تنازل عن الخلافه كان هدفه الولاء للدوله الامويه، ولا تفرغه للعباده الصامع، ولا وحده الصف الاسلامي، ولا استكمال الفتوحات؟ وركز هنا لانه محتاج منك سنه صغيره. ثلاثه، الخليفه الاموي بنى الخليفه الاموي الوليد بن عبد الملك المسجد الاموي فين؟ في القيروان، كوفه، دمشق، بغداد. قيروان، كوفه، دمشق، بغداد. يبقى الخليفه هنا الوليد بن عبد الملك لما بنى المسجد الاموي بنى فين؟ في القيروان ولا الكوفه ولا في دمشق ولا في بغداد؟ طيب اربعه، كان عهد معاويه بن ابي سفيان. معاويه بن ابي سفيان كان عهده هنا امتداد لعصر الخلفاء الراشدين. عهده امتداد لعصر الخلفاء الراشدين. عهده كان امتداد لعصر الخلفاء الراشدين. ازاي؟ من خلال نظام الحكم بتاعه، ولا الاخذ بالشورى، ولا العاصمه السياسيه، ولا الفتوحات الاسلاميه؟ عايز اعرف معاويه كان شبه الخلفاء الراشدين في نظام الحكم، اخذ بالشورى، العاصمه السياسيه، ولا في الفتوحات الاسلاميه؟ طيب نكمل بعد كده. رقم خمسه، قتل مروان بن محمد. مروان بن محمد قتل في العراق، شام، مصر، كوفه. عراق، شام، مصر، كوفه. طيب رقم سته، اكثر اهتمامات الخليفه الوليد. السؤال ده حلو لذيذ، السؤال ده وشكله جميل. اكثر اهتمامات الخليفه الوليد بن عبد الملك المعماريه مميزه بانهي طابع؟ يعني واخد انهي شكل؟ اجتماعي ولا سياسي ولا اقتصادي ولا ديني؟ وهتقول لي ده ليه؟ فسر او وضح السؤال ده. لما تختار لي الاجابه تقول لي ليه كمان في الورقه. طبعا رقم سبعه، ادى عدم تحقيق العداله الاجتماعيه في بعض فترات الدوله الامويه. ان العداله ما اتحققتش في الدوله الامويه. طب ما اتحققتش الاهداف. ايوه، هي الاهداف اللي ما اتحققتش عشان هنا ما كانش في عداله ليه؟ كان في صراع ما بين الموالي والخارج، ولا ضعف الامويين العسكري، ولا ضعف الامراء، ولا كراهيه الموالي للامويين؟ تاني، عدم تحقيق هي اسئله سهله وجميله ولذيذه زيك كده، شايفك وانت بتضحك. عدم تحقيق العداله الاجتماعيه في معظم فترات الدوله كان في صراع ما بين الموالي والخارج، ولا ضعف الامويين العسكري، ولا ضعف الامراء، ولا رقم اربعه كراهيه الموالي الامويين؟ طيب نروح للسؤال اللي بعده. رقم 8، اختلفت الدوله الامويه، اختلفت الامويه عن عصر الخلفاء الراشدين في اهتمامها بالفتوحات، ولا نشر الدين، ولا نظام الحكم، ولا اهتمام بالاقتصاد؟ يبقى انا عايز الدوله الامويه لعصر الخلفاء اللي هو سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. الاربعه اختلفوا عن بعض في ايه؟ اهتمامهم في الفتوحات رضي الله عنهم طبعا، نشر الدين، نظام الحكم، الاهتمام بالاقتصاد. محتاج اعرف منك انهي اجابه. طيب الاختلاف قاد الدعوه العباسيه في خراسان. مين اللي قادها؟ طيب مروان بن محمد، مستر خالد، ابو العباس، ابو مسلم الخراساني. طبعا محتاج اعرف مين هو اللي قاد الدعوه العباسيه. مروان، مستر خالد، ابو العباس، ابو مسلم. طيب ابو سعيد يعني ممكن برضه. بعد كده يطلق عليه خامس الخلفاء الراشدين. مين اللي بيسموه خامس الخلفاء؟ طبعا مروان بن محمد، معاويه بن ابي سفيان، الخليفه عمر بن الخطاب، الخليفه مع عمر بن عبد العزيز. مين هو الخامس؟ ليه اطلقوا عليه خامس الخلفاء الراشدين؟ مين هو؟ مين هو خامس الخلفاء الراشدين؟ كده وصلنا معاك ل 10 اسئله لثانيه اعدادي على درس الدوله الامويه الدرس الاول. استناك تجاوبهم لنا ان شاء الله، وتجيبهم لنا في الحصه اللي هنقررها معاك ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.